رحرحات الامارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. بصوا، كنت منزله امبارح او مش فاكره النهارده ريلز كده على انستجرام، فكان في من ضمن الفيديو يعني كنت باكل فيه، فبنوته دخلت قالت لي بتاكلي ازاي من تحت النقاب وكنتي لابسه نقاب ابيض؟ بصي، هي دي بالتعود كده، يعني انا بقالي كتير، بقالي كام سنه، يعني من 2000 وكام، من 2007 تقريبا انا لابسه النقاب، ولا 2006 مش فاكره، يعني بقالي كتير. فهي بتبقى بتعود. طيب انا لسه لابسه جديد وما اتعودتش. قدامنا كذا طريقه علشان نعرف ناكل بره من غير ما نوسخ نفسنا، خاصه لو احنا لابسين حاجه فاتحه زي دي. اول حاجه، لو احنا بناكل في مكان مقفول نسبيا، يعني قاعدين في مطعم وبناكل في مكان مش مفتوح، مكان، اقصد يعني انتوا عارفين انتوا المطاعم اللي بتبقى في اكتوبر، او المطاعم اللي هي بتبقى في الاوبن اريا ما بتبقاش، يعني بتبقى مكشوفه. طب لو قاعدين بقى في مطعم، بصي يا ستي، هنجيب طرحه عاديه مستطيله او مربعه، مفيش مشكله، حلو، واحنا قاعدين والاكل جه وكل حاجه، محدش يتريق، ها، اهم حاجه راحتنا، اهم حاجه ان احنا ناكل بمزاجنا، يعني ماشي. هنحط الطرحه كده وايدينا كده، وطبعا احنا مقربين على الترابيزه، هناكل زي ما احنا عايزين، بس طبعا بايد واحده، مش بايدين، بايد واحده. ليه بقى؟ علشان الايد التانيه نبقى ماسكين بيها الطرحه عشان ما تنزلش في الطبق، كده انا مديه مساحه لنفسي ومجال لنفسي ان انا اعرف اكل. هشرب شوربه، هشرب شوربه بقى، هاكل بالشوكه، هاكل بالمعلقه، هاكل بايدي، هاكل اللي انا عايزاه، يعني مفيش مشكله خالص. وهكون منزله النقاب، انا عامله كده ليه؟ هكون منزله النقاب، حلو. طيب انا مش هعرف اعمل كده، والموضوع هيبقى مرهق جدا بالنسبه لي، ولا اي حاجه. اكون جايبه نقاب تاني، حتى لو النقاب اللي انا كنت بقعد بيه في البيت مثلا، بطلع انشر بيه اي حاجه عاديه جدا. وبعدين وانا قاعده مفيش اي مشكله، اروح ابدا يعني خلاص الاكل جه، هربط النقاب وهنزل، انا بس مش عايزه انزل النقاب دلوقتي عشان هقلعه، وهنزل اللسمه بتاعتي وهبدا اكل عادي، مفيش مشكله، علشان ما الاكل ما يوسخش النقاب بتاعي. اوكي، حلو. تالت حاجه، الحاجه الاخيره بقى، عشان انا دلوقتي مش عندي تيشو، او مش عندي كلينكس، او مش معايا دلوقتي، مش قادره اقوم بصراحه، هجيب منديل عادي واحطه هنا، يعني عند اللسمه، يعني احطه جوه، يكون ما بين اللسمه وما بين بقي، وهاكل بحيث اي حاجه تيجي على اللسمه. ما تعقدوش نفسكم، وحاولوا تساعدوا نفسكم. سلام عليكم.